السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول ونسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي رسول الله، احنا هنعمل مع بعض كبيبة، بس بصوا انا مش اول مرة اعملها. اللي عايز يشوف الطريقة كويس يعني ايه ينزل تحت كده ويشوفها لحد ما ان شاء الله اعملها لكم تحريري مش شفوي باذن الله تعالى. نعملها مع بعض. انا بعمل كيلو رز على كيلو وربع من اللحمه. بحب اللحمه تكون كتير على الرز كده، وبقوم حاطه شبت وبقدونس. ما بحبش اضيف، عايزه تضيفي كزبره مش مشكله، فاللهم بارك. فالمهم بقوم حاطه بصلتين حلوين كده مع 3 فصوص من الثوم. طبعا البهارات بتاعتي فلفل اسود، ملح، كمون، كزبره ناشفه، بابريكا. وبعدين بقى بتروحي تطحنيها بقى عند الجزار بيطحنها لك، او لو الكبة عندك تساعدك يعني ان انت تطحنيها فتطحنيها في البيت عادي. وطبعا بقى لو انت عايزه تصبعي بقى وتعملي بالتقليه او تعملي كبيبه زي ما انا ما بعمل كده، انا بقوم بقى عملتها رز زي ما انتم شايفين كده، ومع عندي شوربه في الفريزر. طلعت كيسين حلوين كده برضو، حطيتهم على النار. طبعا حطيت الكبيبه فيها تتسلق، وبعدين قمت جبت بيضتين زي ما انتم شايفين كده. بقوم حاطه فلفل اسود عشان زفرت البيض، وبعدين بقوم اضيف بقى احط بعد ما تتسلق تطلع خلاص من الشوربه زي ما انتم شايفين كده، وبقوم حطها في البيض كده، واقوم قلياها. في ناس بتحبها تاكلها مسلوقه كده عادي زي ما انتم شايفين، بس انا عادي هنا بيحبوها بالطريقه دي، وانا عادي باكلها عادي. اتنين عادي بحبها يعني كده وكده عادي مش مشكله عندي. بس هم هنا بقى انتوا عارفين بقى التحكمات او الاراء. وشكرا جزيلا لحضراتكم. كل اللي كتب كومنت حلو قمر زيه، جزاكم الله كل خير. ربنا يخليكم ليا يا رب، واجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا. اول مره تشوفيني متنسيش باللايك والاشتراك والشير عشان يوصلك مني كل ما هو جديد. جربي الطريقه دي تعجبك جدا، وتدعيلي في الكومنتات تقولي ايه رايك فيها، وباذن الله تعالى هتطلع وهتنجح معاكي. هتطلع احلى كفته او احلى كبابه من ايدك، وهتنجح وهتبقى ناجحه معاكي 100%. ومش هتبقى كمان يعني مش هتفرفت منك في التقليه ولا اي حاجه خالص، بتبقى متماسكه وجميله جدا جدا جدا. زي ما قلت لك كيلو رز مثلا عليهم كيلو وربع من اللحمه، وتحطي زي ما قلت لك كده شبت وبقدونس والبهارات زي ما قلت لك. تحطي البصل الاول، قطعي بصلتين حلوين كده او 3 بصلتين حلوين كبار، و3 فصوص من الثوم وشبت والبقدونس. وبعدين كمان يا بنات هتقوموا تضيفوا بقى البهارات بتاعتكم زي ما قلت لكم، كمون، كزبره، بابريكا، فلفل اسود، ملح. هعيد لكم المقادير من تاني اهيت، وهتطلع معاكي جميله وناجحه. وعملت معاها مكرونه سباكيتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وانا عملتها على القناه. لو انتوا حابين مستعجلين يعني وعايزين تشوفوا الطريقه بالظبط، انزلوا قناتي صح هتلاقيها موجوده متواجده. بس انا حبيت ان انا اشارككم معايا، وان شاء الله هنعملها مع بعض تاني، بس كل حاجه خطوه بخطوه باذن الله تعالى. متنسونيش باللايك لايك 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 لايك. اشكركم المره الاخيره، ربنا يخليكم ليا يا رب، وتجعلكم سند وظهر ليا كده. وبسم الله ما شاء الله شوفوا من جوه عامله ازاي. وده اخر الفيديو، مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد وفي رعايه الله. باي باي حبايب قلبي، مع السلامه.